لما بنسمع برشلونة أول حاجة بتيجي في دماغنا الفريق. عندي فضول أعرف تصميم المدينة عامل كده ليه؟ عاملة زي أرضية الشطرنج. ورايا أشهر مشروع مش مكتمل في العالم. بس فريق برشلونة بيمثل لأسبانيا أكتر من مجرد فريق. طيب منطلقين حاليا للكامب نو، يلا بينا. برشلونة هي عاصمة لإقليم كاتالونيا المكون من 4 مدن. اسبانيا معتبرها منطقة بحكم ذاتي جوه حدودها، ولكن حكومة كاتالونيا بتعتبر نفسها جمهورية مستقلة وأعلنت استقلالها بنفسها. بس اسبانيا مش معترفة بكده، ليهم لغتهم الخاصة وثقافتهم مختلفة. فريق برشلونة هو أكثر من فقط فريق قدم، بيمثل استقلال كاتالونيا، فالفوز تبعهم لما يفوزوا بالمباراة مش بس فزنا، هاي يعني استقلال لكاتالونيا وللشعب كامل. احنا عند أشهر ملعب هناك، والفريق ليه متحف مخصوص. هو الكامب نو نفسه لسه بيتجدد، بس في متحف مخصوص لبرشلونة موجود برضو عند الكامب نو، احنا عنده دلوقتي. طبعا جنب المتحف هتلاقوا كلها حاجات برشلونة في كل حتة، فدي برشلونة بالنسبة لكاتالونيا كل حاجة تقريبا في دمهم، مش هزار يعني، بيحبوا الفريق علشان استقلال بالنسبة لهم. تاني حاجة جيت عشانها برشلونة تاني أكبر مدن أسبانيا، إن عندي فضول أعرف تصميم المدينة عامل كده ليه؟ عاملة زي أرضية الشطرنج، فخلينا نفهم أكتر. 800 كتلة متساوية ما تتشافش غير من فوق، بيعتبروها من أجمل مدن العالم. في بعض المناطق نسبة العربيات قليلة جدا، ليه برشلونة فيها كده؟ وفي الطبيعي في المدن العربيات دايما بتهيمن على المدينة، بتلاقي الناس ماشية مهمشين كده على جنب. اتبنت في القرن ال19 عشان يبعدوا عن المدن المزدحمة بتاعت العصور الوسطى، وهدفها يوفروا مساحة أكبر للمشاة. أيام الإمبراطورية الرومانية برشلونة كان مبني حواليها أسوار تقدر تشوفها هنا، وفي بداية القرن ال19 كانت محصورة جوه الأسوار دي وما كانتش عارفة تتسع، وتعداد السكان بيكبر، كان فيها ضعف عدد السكان مقارنة بباريس. المدينة كانت مخنوقة، الصرف كان في أسوأ حالاته، وعدد الوفيات زاد جدا. ويجي راجل اسمه ألدافونز سيردا، وكان قوي جدا في التخطيط العمراني، لغى أسوار المدينة وعمل تصميم في 1859 لمدينة برشلونة. مزج المدينة القديمة بالقرى الصغيرة اللي حواليها. His project took the name Eixample, which is Catalan for expansion. يعني التوسع بالكتالاني، أحياء بدون تقسيم اجتماعي، عايشين في كتل ب8 أضلاع وفي نصها حديقة متوزعة بتساوي من غير أماكن مخصصة للأغنياء أو الفقراء، وسموا الكتلة الواحدة بعد كده مانسانا، يعني تفاحة بالأسباني. المفروض الكتلة الواحدة عرضها 20 متر وارتفاعها 16، ومساحات خضراء ما بينهم. لو بصيت على المدينة من فوق هتشوف أسس التصميم ده، لكن مش بالظبط. المفروض كان في الكتلة الواحدة مبنية من جنبين بس ومن النص فاضي عشان يكون في مساحات فاضية كبيرة، لكن هم بنوها كلها وزودوا عدد الأدوار علشان يكسبوا أكتر، وده قلل المساحات الفاضية فخلاها تقريبا مخنوقة زي الأول تاني. وده زود عدد العربيات والتلوث، كانت باينة جميلة من بره، لكن في الحقيقة الموضوع سبب مشاكل. في 2014 برشلونة ما كانتش عارفة توصل لمواصفات الاتحاد الأوروبي في التلوث الهوائي. Barcelona and its 35 surrounding municipalities consistently failed to meet the EU's air quality targets. ولما تقارن ما بين لندن وأمستردام هتلاقي عندهم مساحات خضراء أكتر، فبدأوا يعملوا حلول. فعملوا حاجة اسمها السوبر بلوك. خدوا مجموعة من البلوكات جمعوها مع بعض ومنعوا المواصلات ان هي تعدي منهم، لازم تعدي حواليها، ومفيش اي عربيات تخش الا لو ماشيه على سرعه 10 كيلومتر في الساعه، ومفيش باركينج، الباركينج تحت الارض، فخلوا المنطقه كلها اولويه للمشاة بشكل كبير. النتائج بقت خرافيه، التحرك بالمشي زاد 10%، العجل زاد 30%، زحمه العربيات في المنطقه قلت بنسبه 26%، وجوه الكتله نفسها قلت بنسبه 40%، واخيرا التلوث السمعي قل تقريبا 5 درجات. نحن هلا بالسوبر بلوك واقفين،
والارضيه هون بتحسها رصيف مش ارضيه شارع. صح. وانا صار لي سنه وثلاث اشهر هون ودائما بفكر فيها، الشوارع هدول ليش مبنيه هيك؟ صح. حتى لما تمشي السياره ما بتزمر لك، البسكليتات ماشيه برواق، بتلاقي العاب صغار عم بيلعبوا بالحدائق هون، ولا كانك بالمدينه، كانك بحديقه. بتحس في اولويه لاسلوب الحياه هون اللي هو يكون اسلوب بسيط، تمشي تتمشى فيه وتنزل تمشي بامان، ولا كانك بنص المدينه بعجقتها بازمتها. طب والمكان ده متكرر في كذا حته تانية؟ هذا المكان الشارع هذا كامل فيه 5 سوبر بلوكس هلا، وكل سوبر بلوك مميز باسلوب معين. يعني هذا السوبر بلوك هون فيه قعدات ورواق اكثر، السوبر بلوك الثاني فيه سحاسير والعاب للصغار، كل بلوك ثاني بتحس فيها انواع، حتى انواع الشجر الزارعين وفيها انواع غير. برشلونه من اكثر المدن فيها ترافيك ومعروفه بهاي الشغله، بس بالبلوكس هدول بتحس فيها منفس، بتحس فيها منفس لما تفوت فيها. يعني هلا امشي بلوك ثاني ارجع الشارع الرئيسي باساج دي جراسيا هون ما بنقطعش الشارع، يعني بدك تستنى لتمشي الشارع زيك، هون انت براحتك، هلا بنضل واقفين السياره بتضلها صافيه ورانا تستنانا. صح. لا خلص، الاولويه للانسان يمشي هون. رجعت المساحات للمشاة والعجل والخضرة أكنك جوه قرية صغيرة. التجارة بتزيد والحوادث بتقل، وبرشلونة مجربة السوبر بلوك في 5 أماكن وناوية تعمل 120 تانيين. الحلو بقى إن تكنيك السوبر بلوك ده ينفع يتعمل في أي مكان. ففي رأيكم ينفع نجرب السوبر بلوك ده في أماكن تانية؟ نص المدينة بالظبط فيها أشهر مشروع مش مكتمل في العالم، ساجرادا فاميليا. قصته ان كان في اميه في القرن ال19 في الطبقه العامله الاسبانيه، فانتوني جاودي قرر ان هو يشرح قصه المسيح من خلال العماره والتماثيل والتصاميم. بدأوا يبنوه في 1882، ما فيهاش خط مستقيم، تحس المبنى شبه الشمع. أنتوني جاودي معماري أسباني لحد النهاردة تصميمه مصدر إلهام لناس كتير، غير تقليدي وغريب. مفيش خط مستقيم في الكنيسه دي كلها، هي عباره عن كنيسه ضخمه وما اكتملتش لحد دلوقتي 140 سنه. لأن في 1926 اتوفى جاودي، وده عطل بنى الكنيسة 10 سنين. وفي 1936 حصل حرب أهلية ووقف البنى 16 سنة، والناس دمروا المخططات للمبنى، واتقتل في الحرب 12 من المشاركين في المبنى. جاودي عمل لها هندسه، بس الزلمه هندسته بمخه، هو مخه مميز جدا، فيعني هندسته حتى لما تكون على الوراق المهندسين ما قدروش يفهموها، فلهلا مبلطين عليها عم بتفرجي هاي كيف بدنا نكملها المبنى. زي ما شايف هون المبنى فايت ببعض، مبنيه على اساس لازم الصمامه هو يخلصها، يعني جاودي بلش فيها ومات ولساتها ما خلصتش، فهذا واحد من المشاريع الوحيده تبعونا لسه ما خلصت. هو ليه مشاريع ثانيه هنا؟ له مشاريع كثير، كاسا باتيو، كاسا ميا، باراغواي، هدول كلهم متاحف. لما تشوف المباني فيها مبانيها مميزه جدا، هندستها بتشوف العماره مش العماره زي اللي بنشوفها بنعرفها، مش خطوط مستقيمه، بتلاقيها طالع دوائر بابلز اشياء، بتفكر هاي العماره كيف ثابته، بس هي هدول العماره الاشياء المتخصص فيها بالفسيفساء بالديتيلز بالبناء نفسه كامل، بخليك تفكر انه كيف هذا المبنى اصلا واقف، حتى بدون ما تعرف بتصير تميزه هذا جاودي، بتشيك عليها بضل بيطلع جاودي، خلص بتعرف مبنى جاودي مميز. اخر حاجه قررنا نعملها ان احنا هنيجي ناكل واحده من اشهر الاكلات اللي موجوده في اسبانيا، حاجه اسمها باييا، واحنا جايين على البحر عشان نجربها في واحد من المطاعم اللي موجوده على البحر هنا، اللي هو اصلا كان كله مصانع واتشالت وحولت برشلونه لحاجه ثانيه خالص. برشلونه اللي شايفينها اليوم مش زي برشلونه اللي كانت قبل 1992 اللي هي سنه الاولمبيكس. قبلها كانت برشلونه عباره عن صناعيه وكلها مصانع هون على البحر. بال 92 لما عملوا السمر اولمبيكس هون ببرشلونه اجى بادجت تغير المدينه، والمدينه قلبت كامله تتغير. بعد الاولمبيكس صار اخبار كثير على المدينه، والمدينه حولت هذا المصانع كلها لشط. هذا هون كان كله مصانع، هذا الشط معمول عمل، يعني عمل الانسان اللي عامله الشط هذا هون. طيب الباييا زي ما قال ساري ان هي زمان كانت الطبقات الفقيره، فكانوا بياكلوا بواقي الاكل ومع الوقت اتحولت وبقت وجبه. الغريب فيها غير عن مكوناتها واصلها وكله، هو لو بدك تاكلها انت لحالك ما بزبط. كيف يعني؟ يعني لما تنزل تاكلها لازم تكون شخصين بس، يعني بحطوا لك واضح على المنيو مينيمم لشخصين فقط. من خبرتي انا اول ما نقلت على اسبانيا بتذكر كنت بفالنسيا بدي اروح اكلها، بدي اكل باقيه، كل مره بروح بيرفضوني اياها، حكيت خلص باخذ لي وجبتين، واحده باكلها هلا واحده بالبيت، برضه ما يقبلوش عليها هاي.
برضه هاي شغله من العادات اللي عندنا. لازم اتنين يخشوا، بالضبط، هي هاي لازم الاثنين يخشوا بالفائيه، مش معموله لشخص واحد حتى لو الأكلة. سنجل كل سنه وانت طيب. بالضبط، هي هاي، فيعني حزنونا على حالنا بس يلا. ببساطه بواقي الاكل من خضار لحوم سمك وبيحطوها على بعض ويعملوا الاكل. فدلوقتي احنا واخدين اللي فيها سمك اللي هي عباره عن جمبري وجزر وصلصه طماطم كله مع بعضه. فخليني ادوق. لطيفه، طعمها رز بالجمبري. دي نهاية الفيديو واشوفكم في فيديو جديد. سلام.